الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله تكونوا بخير. اولا ما تنسوش اهلكم واخواتكم واصحابكم في فلسطين الحرة ان شاء الله باذن الله تعالى، وما تستنوش نجدة من حد الا ربنا سبحانه وتعالى. ربنا ما يخلي حد ليه فضل عليهم غيره ان شاء الله باذن الله. الحل من عنده هو بس. اسعار العقار سنة 2024 السنة اللي احنا فيها دي، هل هي منطقية؟ ده سؤال بقى قبل اي كلام مع اي عميل. احمد الكلام ده منطقي؟ دي اسعار منطقية؟ اقول له لا مش منطقية. طيب في فرق بين المنطقية والواقعية. كيلو اللحمة منطقي يكون ب 500 جنيه؟ مش منطقي. هو بكام؟ ب 500 جنيه. البيضة منطقية ب 5-6 جنيه؟ لا مش منطقي. ب 5-6 جنيه. كيلو البسطرمة اللي انا بقى ب 1000 جنيه تقريبا، يعني ده منطقي؟ مش منطقي. طب هل الناس ما بتشتريش؟ بتشتري. العربيات انا مش متخيل ان اشوف اعلان لعربية صيني تبدأ من 1,500,000. عربية صيني تبدأ من 1,500,000. حضرتك ليه مستني بس العقار اللي يكون منطقي وبيطلع وينزل مع السوق وطالع نازل زي المرجحة؟ انا بتكلمش كده عشان خاطر انا بشتغل في العقارات، انا بقول لحضرتك انه مش منطقي، بس ده واقع. خلاص خلصت. الكلام ده اتكرر سنة 2016 وعملناه قبل كده وفعلا في ناس كتير ما عرفتش تشتري في 2016 بسبب التعويم بتاعت 15. واقع للاسف. ما يعني الناس تقعد تقول لك يا احمد الناس دي بتجيب فلوس منين؟ يا فندم والله الناس بتشتري وكلهم ناس افاضل. ده ترتيب ربنا، ارزاق. حضرتك ربنا يكرمك، اللي انت فيه النهارده ممكن ما كانش تعرف تجيبه امبارح، فدي ارزاق بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. حضرتك ما تتدخلش فيه. الناس كلها افاضل ومحترمين وكله بيجتهد وكله بيسعى لحد ما ربنا سبحانه وتعالى قدره في اللي هو نفسه فيه. فحضرتك عندك قدرة للشراء وعندك نية للشراء، انا بقول لحضرتك اشتري. الاسعار مش تنزل، مش هتنزل. كويس؟ ولا يعني ممكن ولا هتنفع تثبت حد، مش هينفع تثبت حد. هيبقى فيها يعني الزيادات الطبيعية بقى اللي هي كنا بنتعود عليها 1%، 2%، 3%. ده اللي احنا بنتعود عليه. اشطر حد ممكن يعمل عروض، والعرض ده ممكن يبقى برضو مش حقيقي. يعني في حد من المطورين الكبار كان عامل عرض يعني بيقسط 12 سنة. لما تيجي تحسبها على 8 سنين تقسيط هتلاقيها هي. يعني مثلا بتشتري واحدة مثلا ب 12 مليون جنيه على 12 سنة. لو قلت له معلش خلي لي النظام على 8 سنين هتلاقيها ب 8 مليون جنيه، تدفع برضو مليون جنيه في السنة. هي. فنتمنى نعرف ان العقار شيء مش بسيط، شيء غالي اصلا من الاول هو غالي وبيغلى حسب جودة المنتج. جودة المنتج هي اللي بتفرق مع حضرتك اذا كان غالي ولا مش غالي. حضرتك عندك قدرة وعندك نية، توكل على الله. لان حضرتك اذا ما كنتش بتخسر ارتفاع اسعار فانت بتخسر وحدات. النهارده كان عندك مثلا في مشروع الفلاني 10 وحدات متاحين، بكره بقوا 5، بعده بقوا 3، بعده بقوا 1. فهي فكرة جهوزية من نية وقدرة. حضرتك عندك الاتنين جاهزين، توكل على الله. اسعار هتنزل؟ مش هتنزل، مش هيحصل. فقاعة عقارية ما عندناش. احنا ما بنشتغلش مع بنوك ومورجج عشان خاطر البنك ياخد البيت ويبيعه تاني ببلاش وفلوس الراجل تكون راحت عليه. ما عندناش النظام ده. فالاسعار مش هتنزل. واحنا عندنا ما شاء الله فرق بتطبل زي الفل تخلي الدنيا تولع اكتر ما هي ولعة يعني. فربنا يكرمكم. الموضوع ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اللي عنده قدرة يتوكل على الله وييسر للجميع. وان شاء الله اللي معرفش يشتري دلوقتي باذن الله ربنا يكتب له الشراء في اقرب وقت واحسن حاجة كمان. ما تنسوش يا اخواتكم الدعاء والمقاطعة، واللي يقدر يتبرع يتبرع. ربنا يبارك لكم ويبارك في اهلكم.